ببيضة واحدة بس وبدون خلاط ولا مضرب ولا أي حاجة خالص هتقدري تعملي حلوى لشرب الشاي سهلة وسريعة، وهتنجزيها في دقايق معدودة بجد بدون تعب ولا مجهود هتعمليها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده في البولة حطيت بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وكمان حطيت عليها نقطتين من الفانيليا، ونص كوباية من السكر البودرة. لو حابة تستخدمي سكر عادي مش بودرة عادي مفيش مشكلة. هتبداي تخلطي السكر مع البيضة كويس قوي. انا هنا استخدمت مضرب يدوي عادي جدا، او ممكن شوكة او ممكن معلقة، اللي متاح عندك استخدميه، لكن ما استخدمتش اي اداة كهربائية خالص. تمام. بعد ما خلطتهم كويس جدا، هو اصلا السكر كان مطحون فمش محتاج ان انا اضربه كتير. بعد كده حطيت نص كوباية خليط ما بين سمنة وما بين زيت، يعني حطيت ربع كوباية سمنة على ربع كوباية من الزيت، وحطيتهم كده وقلبتهم كويس. لو حابة تستخدمي كل كمية زيت، يعني نص كوباية تبقى كلها زيت، او نص الكوباية تبقى كلها سمنة، برضو براحتك. حطيت بعد كده رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونزلت بالدقيق. الدقيق هنا كان مقداره قد ايه؟ انا حطيت هنا كوبايتين ونص من الدقيق، لكن ما حطيتهمش كلهم مرة واحدة، نزلت بيهم بالتدريج واحدة واحدة، علشان انا مش عارفة هي هتاخد مني كمية قد ايه. حطيتهم الكمية كلها زي ما قلت لكم، اللي هي كوبايتين ونص من الدقيق، لحد ما حصلت على العجينة الناعمة الجميلة دي. بعد كده رحت جاية بقى خطوة اختيارية، حطيت معلقتين من فرماسيل الشوكولاتة او شعرية الشوكولاتة زي ما بعض الدول بتسميها، وبدأت ان انا احطها كده واقلبها بس مع العجين، مجرد تقليب. ده ما حطيتهاش في الاول ليه؟ علشان ما تسحش معايا. تمام. بعد ما خلاص كده خلصنا العجينة بتاعة البسكوت بتاعنا او الحلوى بتاعتنا، هنبدأ ان احنا نجيب قطعة كده ونقطعها لقطع قد بعضها، ونبدأ ناخد بقى كل قطعة ونلفها زي صوابع الكفتة كده، اعمليها زي صوابع الكفتة. تمام. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من التشكيل ده. تمام. شايفين بقى السهولة والجمال؟ طبعا انا بعمل ايدي معيار لطول الصوبع بتاع البسكوت. تمام. لحد ما خلصت حبة حلوين كده من الصوابع دي، جبت بعد كده صينية تكون مدهونة بدهنة من الزيت، ورحت جاية حاطة فيها الأصابع بتاعة البسكوت اللي احنا عملناها دي. بحاول طبعا ان انا بقدر الامكان اخليهم كلهم يكونوا سوا واحد، طول واحد وسمك واحد. بعد ما خلصت الكمية كلها زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، عمل معايا كمية حلوة جدا. هدخلهم على فرن سخن على درجة حرارة 180. اول ما يطلع من الفرن على طول، ده كده شكله اخد سوا محترم، يعني كده مظبوط جدا من فوق ومن تحت. هنبدأ بقى هزينه هنا برضو بتزيين بسيط جدا. انا هنا مش مكلفة الحلوة دي حاجة خالص، يعني كلها حاجات بسيطة. كان عندي مكعبين شوكولاتة كده سيحتهم على حمام مائي، ورحت جايه حطاهم في كيس حلواني، وبدأت ان انا اعمل خطوط على البسكوت ده. وبعد ما جمدت معايا قدمتها زي ما انتم شايفين، شكلها اكتر من رائع، جميلة جدا، تنفع كده للصبح مع كوباية شاي او كوباية قهوة.